يلا السلام عليكم حبايبنا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. حبايبنا جبنا لكم طيور وجبة جديدة. هذا مطيار التور طبعا. جبنا وجبة، طبعا جبنا وجبتين ثلاثة هي صارت. بعت من عندهم والبارحة وصلتني وجبتين. بس ان شاء الله اصور لكم اياها وراح اصور لكم وش راح نسوي. طلعت لي ايرانيات، ما اعرف يمكن ذاك الفيديو صورته ما صورته، والله ما منتبه يعني. يا حبايبنا لعيونكم، لاني 70 تك، لان عندي 3 نازلات. هذا التيدي من هناك جناحه شوية نسل، وعندي هذا شوية جاي يطلع من الطيور فعفته. أول البارحة طيرت الطيور، بيتت عندي زوج. من ضمن الزوج طيارة من اللي جبناها من حصيبة، وفحل الجلد مات. والله الطيور صعدت بند، يعني ماكو قطعة شوف بعد ماكو. طارت تقريبا يا الظهرية ب 12 شيش بالوحدة، ما أعرف. طارت للطيور ما فرق مرتين ثلاثة قطعة شوف انتهت. ثاني يوم عفت الباب هذا مفتوح طبعا كان بيه طيور. صعدت الصبح، انا كنت ظني انه الفحل ينزل، انا ما خايف على الفحل، خايف على الطيرة الصراحة يعني، لان الطيارة ثالث مطيار لها وبيتت عندي بوقتها، بس نزلت بالليل. صعد الصبح دحق الطيارة موجودة والفحل ماكو. وين صايرة بيا تاريخ هذا؟ سبحان الله. هي وقبلها قبل اوت البارحة همين من ذنها مال حصيبة. عندي فحل ابو عين الصفر، راحت طيرت هي جابوا لي اياها. الهمين ضرب علو واختفى الطير بالجو. هم راح وهن راح، سلم لي. الجو صيف اليوم، كلش حار اليوم. والله على اساس اليوم افكها، بس دحقت الجو حار كلش. وشغلة ثانية ما بيها هوا. حبايبنا عيني، بس خلي اطير طائرة، خلينا نسولف على ذني. لان الخانات طلعتهن. عندي هذا السيليفون، جيب السيليفون باعوه، وهذا الطريقة سلفنتها. شوفوا هذا السيليفون ضربتها، راح اسلفلهن كلهن. وعلى هذني ثلاثة هيك راح اخليها كل الخانات اطلعها، ما اخلي خانة ما اطلعها. انا عندي الايرانية طلعتهن، عندي بيهن مزاوجات شمرت بيها فنو. عندي زوجين هسه بيضات همين جوا عفتهن، لان حبايبنا حطيتهن هنا شوية ريحا، وان شاء الله راح اطبقهن بالخانات. لان الزوج عندي فوق ام العلم طائرة فحل، وذني اعتقد ذني فحله طوائر. بس هذا من هنا 100% طيرة فحل عفوا. هاي طيرة جو. هذا اول واحد فحل، هذا فحل، ولا بصفة فحل بصفة طيرة. هذا امهاتن ذني طيرة فحل، ذني بن. ان شاء الله اشوف لكم الوجبة. لان الوجبة على اساس اطيرهم كلهم. ايش ناوي يعني؟ انا ناوي اسوي لي 100 تك طيرهن نتونس عليهن، بعدين نصفيهن نخلي لنا عدد حلو. هاي قبل ما نصور ذني حبايب، عندي ذني ايرانيات حبايبنا درجة اولى على صاحب. شوفوا الطيور، ذن 2 3 4 5 6 7. ذل طيور حبايبنا اصلا طيارات، انقص الطيور.
نفكك صاصا هسه ذن نسوله هسه كمل جنان هسه قاموا يطيرون بيهن. اللي يريدهن ذن الزوج رايدين ب35. اللي يريدهن انطي رقم صاحبن ويحكوا وياه. ذني الثمانية مو اليه ذن ركزوا عليه ذن 2 4 5 6 7 8 ذن مو اليه. حلو حبايبنا. ذن الاليه هاي الطيرة وحدة هذا 2 هاي 3 وهذا 4 ذن للبيع 4 اللي يريدن ب25,000 4 ذن. وعندي ذني زوج باكستانيات عيون بيض ذني زوج هذا الفحل بيه كسره راسه ديل حلو مرتب هذا 3. وعندي هذا الهندي هلا طبعا البرج لا يطلع عندنا. شوفوا حبايبنا شوفوا قلمي شوفوا طير عالمي حبايبنا شوفوا هذا ماشي عيني هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 وهاي طيرة 6 هاي 6 طيرة مرقمة. المهم ذا اللي يريدن حبايبنا 6 6 بيش 30 ب40,000 6 ب40,000 1 2 شرط المطيرة طين 3 4 بس هذا ما اعرف عليه شيء هذا لزمته جاني طاير وناسي والله مو حيل عالي ولزمته هذا. ولا البقية ذني مال المطيار ذني يعني صاحبهن حمد لبين هاي الطيارة هذا الطيارة وهاي الفحل وهذا الفحل همين وهاي الطيارة همين. وين راح بعد 2 4 5 هذا همين. وعندي هاي الذهبية شوفوا ديلها 15 طيارة درجة أولى حبايبنا لا عابة مو طيارة ديلها 15. وعندي ذني الغرابيات اللي يريدن ب10 طيارة يمكن بين رعشة بهاي طيارة رعشة 10,000 درهم ذني الزوج. حلو حبايبنا خلنا نطلع نزلت تصفية. شو راح يصير حبايبنا ذني يا طيور تصفية راح اسوي برجين. برج اختار بيه الطيور اللي تصعد بند خليه على صفحة واخلي عدد لا مال يفترن هيش ناصي مال هزيمة هيج راح اخلي. فهيك انا راح اسوي هذا البرج ان شاء الله. هذا البرج يشيل الطيور اللي يعني مطيارها بند يصعد. ذني عاد البقية نتونس عليهن الى الصيف مبقين عدد نعرفه طيار مضبوط نزقه بالصيف. هذا هيش راح نسوي ان شاء الله. يلا حبايب صلوا على محمد حبايبنا صلونا على محمد وعلى محمد. شوفونا ذني حبايبنا طيور درجة أولى. من البارحة وصلتني قلت أطيرهن واحد راد من عندهن 20 قلت له يابا مو مشكلة. شوف صراحة كلهن قطع واحد ذني سطح واحد لأن الزوج راح أبقيه بالزوجات أمورهن طيبة. أنا أشوف اللي راح أبقيه يعني أنا إيش لأني زوج أكو طير. هاي الطيارة هاي حيل عجبتني هاي الطيارة هاي 3 حبايب. شوفوا لنا هذا الطير شوفوا لي هذا الطير هذا يقول لك هذا نقش وما ادري شنو لعبان نفس شو الا صور بيه رقم هو شوفوا لي صفاء مالته مال جناحه شوفوا لي انا صراحه يعني لان جناحه شويه مسبق بس طير. هذا اذا نزل هذا الطير ومطر 5 ايام بالها بعد ما ربط طيوري هذا احتمال ابقيه. صلوات على محمد ابا شوف النقش هذا رعشه وكسره هذا راح ابقيه ما شاء الله شلون. هاي طقتك باذنجانيه همين شوفوا الصلوات راسه
والله ما اجيب لكم الا الطير اللي درجة اولى، الا الطير اللي شوف تتونس. ماكو عندي يمكن بس هذا اللي رعشه وكسره شويه كبير، وهذاك اثنين ثلاثه بين كبار. شوف بس هاي زنبور، هاي مو طير. شوف هاك تونس، هاك تونس، هاك تونس، هاك شوف هذا عملاق، عملاق هذا. شوف هذا الاخ، شوف ما شاء الله. شوف هذا الحبري باذنجان العوف، شوف شلون عمي صلوات على محمد. هاك شوف النقش، هاي الطيارة ما شاء الله. شوف لعابة ذني 30 تك حبايبنا، وعندي بعد 10 جو. هذا ذني واحد، ذنيش ال10 واحد يعني تقريبا. ذني بس تقول ليش ما خابطون وياه؟ ذني قلت لكم وصلتني متاخر ذني طيور بالليل، وذنيش وصلتني الصبح 10. ذنيش ال10 بقيهن يعني، بقيهن من ذني بعد 10 كوك ايش ابسلهن واطيرهن. اجي نصيبهن انا والله. واحد البارحه خابرني الصراحه يدور بزارق، قال لي اريد من عندك 30 تك. قلت له والله 30 تك ما اقدر اطلع لك، اذا اقدر اطلع لك طلع لك 20 تك هيك، هذا اللي اقدر اطلعه يعني. بدي التزم حلات، خليت ذني الطيور هنا. يلا حبايبنا راح هذا الفيديو احتمال لو ننزله لو نسوي ذني ونصورهن. تحياتي لكم، انتظرونا حبايب.